الساكسندا اللي اتكلمنا عليها من سنة ونص دلوقتي يا جماعة بقت بتتباع سوق سودا. يعني بعد ما كان تمنها 900 جنيه بقى 1000 ونص. المصيبة بقى انه الناس اللي ينفعها ساكسندا واللي ما ينفعهاش بقوا بيشتروها، فبالتالي بقى عليها اقبال جماهيري وبقت بتطلع بواسطة وحاجات اوفر جدا. اللي ما تعرفوش بقى انه الساكسندا المادة الفعالة بتاعتها موجودة في الفيكتوزا، والمادة الفعالة دي اللي هي الليراجلوتايد زيها زي السيماجلوتايد زي الديولاجلوتايد زي الاكزيناتايد زي الليكسيسيناتايد، دي جماعة كلها GLP-1 كلها جلوكاجون لايك بيبتايدز. دي بتعمل ايه؟ بتخسس ازاي؟ مش لوحدها، ولا FDA approved انها تخسس لوحدها، ولا FDA approved انها تستخدم للناس اللي ما تسمحش حالتهم باستخدامها يا جماعه، لانها بتقلل الجلوكوز البلاد جلوكوز عند ناس وبيتعبوا فعلا. فارجوكوا بدل ما نقعد نسحب من السوق والناس اللي محتاجه علاج حقيقي بقت سعرها غريب جدا عليهم، والناس اللي مش محتاجاها لان هي مش بتستخدمها صح، فبالتالي بتحبط ناس تاني تقول لهم لا والله ده ما بتعملش اي حاجه وخدتها ولا كأن او خدتها وتعبت قوي، ده عشان انت خدتها لوحدك محدش كتبها لك. تمام؟ فاحنا كاطباء كنا حريصين جدا وبنخاف واحنا بنكتبها لحد ما بقت FDA approved. فيا ريت الناس اللي بتعاني من السمنه وعندها سكر تسال الطبيب المعالج ليها بتاع الاندوكرينولوجي بتاع السكر اخد ايه وايه المناسب ليا عشان نظبط لها العلاج. اما خطة التغذية عايز الدكتور نفسه يعملها معاه مفيش مشكلة، عايز تلجأ لاخصائي تغذية اهلا وسهلا. الناس اللي ما عندهاش سكر، عندها مقاومة انسولين او بري دايابيتك او عندها سمنة لكنها مثلا معاها كارديوفاسكولار حاجة تانية، يعني حاجة كبيرة ولازم تعمل دايت وفشلت انواع الدايتس، يبقى طبيب بشري يكشف يشخص يعالج. في حاجات اقل وفي حاجات اكتر، مش نبقى قاعدين في البيت يا جماعه وعمالين نشتري الحاجات سوق سودا ونضر نفسنا ونحبط نفسنا. ما انت لو جبتها وهي مش مناسبه وما حققتلكش اللي انت عايزه هتقول خلاص ده فلوسي ضاعت على الارض. خلي بالنا من صحتنا. الدواء ده مش سهل قوي ان انا اخده كده مع نفسي، فلانه جابت حاجه اقلدها، والله انت نازله من السعوديه هاتيلي حقنتين معاكي. خلي بالكم من نفسكم شويه. باي باي.